بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهاردة بقى نعمل مع بعض اكلة خفيفة جدا 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 على المعدة. يعني بقى ايه، نسيبنا من الاكل التقيل والحاجات دي كلها والمحشي والحاجات دي كلها. احنا هنعمل النهاردة اكلة كده خفيفة. هنعمل مع بعض كرنبيط، وهعمل جنبه كفتة وسلطة وكماج، او زي ما بيقولوا بكاكين. يعني في بعض البلاد بيقولوا عليها بكاكين، لكن احنا عندنا بنقول عليها كماج. فانا بقى ايه، جبت كرنبيطة صغنطوطة كده كنت جايباها من السوق. فانا هبدأ اقطعها، يعني اعملها كور كده، كور كور. وانا دلوقتي حاطة مية بتغلي على النار، يعني انا حطيت المية تغلي وحطيت فيها رشة من الملح. انا هبدأ انزل بالكرنبيط بتاعي واحدة واحدة كده لحد ما يتسلق، وبعدين إيه اخرجه من المية. بس يعني ايه، خلي بالك عشان ما يتهراش منك. يعني الكرنبيط ساعات كده احنا نقول ده لسه ما تسلقش، بعدها بدقيقتين يا دوب نلاقيه اتهرى في المية. وانا هنا بقى ايه، جبت تقريبا بصلتين كبار، بشرتهم على قرن فلفل، وبدأت احطهم في الحلة معايا اللي هعجن فيها. بس انا عصرتهم من المية، وده كيلو من اللحمة، يعني اللحمة دي كيلو. فانا حطيت البصل عصرته خالص من المية، وحطيت عليه اللحمة، وهبدأ انزل ببهارات وبفلفل اسود وبشطة، واقلب في العجينة بتاعتي لحد ما كل حاجة تدخل في بعضها. يعني هعجنها لحد ما تكون ايه، كلها واخدة من بعضها كده، ما تبقاش اللحمة لوحدها والبصل لوحده. اهم حاجة في الكفتة يعني كل ما تعجنيها وكل ما تبقى معجونة كويس كل ما تبقى حلوة معاكي. انا هنا ايه، بدأت اعجن فيها كده بعد ما يعني بعد ما حطيت التوابل بتاعتي. خلاص كنت سبتها يعني شوية، وهبدأ اصبعها على السياخ بتاعت الشيش الطاووق دي او الاسياخ الخشب دي. هبدأ اصبعها وانا جنب المية اللي هي بتاعت البصل اللي انا صفيت البصل منها. بحط ايدي فيها وابدأ اصبع على السيخ واحطها في الصينية معايا، علشان بعد كده هدخلها الفرن تتحمر من فوق ومن تحت. هنا انا كنت يعني هعمل يعني تقريبا نص الكمية بس. كان الكرنبيط كمان اتسلق اهو. هبدأ بقى اخرجه من المية علشان ما يتهراش. ومعايا كمان بقى العجين بتاعي كان خمر، قعدت كده قرصته كده كله الاول، وبعدين هبدأ افرده بالنشابة بتاعتي او بالعجلة بتاعتي دي. انا حطيت دقيق وعليه سكر وخميرة، وحطيت عليه لبن ومية وشوية ملح، وعجنتهم وسبتهم لحد ما خمروا، وبعدين قطعتهم وفردتهم زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى نزلت على الفرن، وبدأت احطهم في الصينية كده لحد ما خلصت الكمية اللي معايا. شايفين بيتنفخ ازاي؟ هنا بقى نرجع للتتبيلة بتاعة الكرنبيط او الخلطة بتاعة الكرنبيط اللي هنحطه فيها. انا حطيت توم مفروم، وحطيت ملح، وحطيت شطة، وحطيت كمون، وحطيت فلفل اسود، واحط شوية من الكركم برضو، واحط ملح ابيض. وهبدأ احط عليهم 3 بيضات، واحط عليهم شوية من الخضرة كزبرة وشبت. وهبدأ اقلبهم كده، واحط عليهم شوية من الدقيق، واقلبهم لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعضه. وهبدأ انزل فيه الكرنبيط بتاعي، واحط على الزيت على طول. انا هنا زودت يعني حطيت تقريبا كمان ربع كوباية مية او نص كوباية مية على البيض، وافضل احط دقيق لحد ما يعني الخليط يبقى معايا زي خليط الكيكة اهو. هبدأ بقى انزل في الكرنبيط بتاعي كده واعمله واطلعه احطه على الزيت على طول.
هنا كان يعني بادئ ياخد لون كده، فانا بقلبه علشان يبقى من كل الجناب واخد نفس اللون. بيبقى عامل زي البانيه، يعني لما بتعمل بالخلطة دي بيكون زي البانيه. وده كده كنت خلصت، وده كان شكل الكفتة، وده كان شكل الكرنبيط، وعملت سلطة وحطيت جبنة، وده كان شكل الكماج او البكاكين اللي معايا. وكده يبقى خلص فيديو النهاردة. انتظروني في حلقة جديدة. باي باي.